في غابة واسعة وكبيرة ومليانة بطيور الجافن المفترسة، أولي بيحاول يتسحب وبيمشي بالراحة في المنطقة وهو مستخبي تحت ورقة شجر ناشفة علشان يداري بيها جسمه. وبعد ما مشي كام متر في منطقة الطيور دي، الكائن بدأ يدور على أي أكل وقع من الحيوانات، بس قبل ما يلاقي أي حاجة تفتح نفسه، واحد من الطيور شافه. الطير المفترس اتجنن واتعصب جدا وحاول يهرس الحيوان الصغير بمخالبه. وفي وسط المطاردة دي، أولي افتكر الأيام اللي فاتت ومين اللي كان عايش في المنطقة دي مع باقي فصيلته، وكان عنده دايما فضول رهيب إنه يستكشف ويعرف حاجات جديدة. وبفضل الفضول ده قدر يجمع شوية حاجات ويعمل بيهم معدات غطس بسيطة. ودلوقتي بما إن جاتله الفرصة إنه يستكشف مية النهر، أولي نزل يعوم في هدوء وبدأ يتعامل مع حيوانات ما تتحكيش ولا تتعد. وبعد شوية لقي نفسه وش الوش مع سمكة عملاقة، وقبل ما يلحق يلعب معاها أبوه أنقذه ورجعه البيت. وفي اللحظة دي بنعرف إن فصيلة الحيوانات دي اسمها البوكو. ودلوقتي بما إن الجرو بقى في الأمان، قرايبه بدأوا يهزقوه وبيقطموه علشان بيخرج ويتمشى لوحده. وفي وسط الكلام كالو قرر يحكي له الأسطورة الأساسية بتاعة المنطقة علشان يبقى عنده أسباب تخليه ياخد باله أكتر من كده. فالجدة حكت القصة وقالت إن من زمان قوي ظهر ديب شرير وبدأ يقضي على كل الحيوانات ودخل المنطقة في حالة رعب وفزع. وفي الوقت ده ظهر عمالقة في الوادي وأهدوا الحيوانات برعم منور وسحري. وبفضل البرعم ده الفصيلة دي قدرت تاخد قدرة إنها تتحول لكائنات تانية، وده خلاهم يعملوا تحالف قوي جدا. الديب الشرير لما لقى نفسه فقد السيطرة على الوادي اتجنن وسرق الحاجة السحرية دي من الحيوانات، وده خلى جسمه يقدر يطلع نار. وبقدراته الجديدة دي الشرير دمر شوية من العمالقة اللي ساعدوا الحيوانات وعملوا انهيار أرضي علشان يطرد الباقي منهم بره المنطقة. وأكبر الفريسة بتاعته إنهم يرجعوا يعيشوا حياتهم كلها خوف ورعب. ورغم القصة المرعبة دي، أولي ما ظهرش عليه إنه خايف خالص. والعيلة قررت تاخد تمشية في قرية البوكو وهما بيشرحوا له عن المهرجان اللي كان شغال. وبسبب الحصاد الكتير اللي جمعوه، البوكو قرروا يحتفلوا. وفي وسط الحفلة أولي لمح طير طاير فوق المنطقة، وبسبب فضوله الجرو راح يشوف الطير ده بيعمل ايه. وأول ما دخل غويط في الغابة لقى وردة بتتحرك لوحدها. ولما قرب شوية أولي اتفاجئ بطير جافن، ولما عرف ان الطير ده لسه صغير قرر يعلمه ازاي يكسر البندق اللي في شجر الوادي. المشكلة ان الموضوع ده خلى الطير هايج ومتوتر جدا، ولما كالو لقى ابنه تاني كان قلقان جدا من اللي هو عمله. وفي اللحظة دي أولي بدأ يصرخ، وده خلى العشرات من الطيور الكبيرة تظهر في السماء. وبسرعة كالو جري يستخبى مع ابنه، والاتنين فضلوا يتفرجوا على الطيور وهي بتكتشف انها تقدر تاكل الكستناء. وبما انهم عايزين يخزنوا اكبر كمية اكل ممكنة، الطيور بدأت تلم كل حباية كستناء موجودة، وحتى سرقوا الاكل من سلال البوكو. أولي لما عرف انه لسه متسبب في اكبر مجاعة هتقابل فصيلته حس انه متدمر، وافكاره رجعت للحظة اللي هو فيها دلوقتي وهو بيهرب باعجوبة من ضربات الطير اللي كان متجنن. ومن غير ما يضيع اي وقت جري رجع لجحره ولقى اهله بيتكلموا مع اللي فاضلين من جماعة البوكو. ولما سمع كالو وهو بيشرح انهم هيموتوا لو ما لقوش بندق زيادة قبل الشتاء، أولي زعل اكتر ودخل اوضته ورمى نضارة الغطس بتاعته بعيد. المشكلة ان الحركة دي خلت ازاز النضارة يتكسر، ولما لقى ان القطعة المكسورة بتعمل انعكاس للضوء، البوكو فهم ان ده هو اللي خوف الطير اللي هجم عليه. فأولي خد قطع الازاز وطلع فوق الوادي وقدر يستخدم انعكاسات الضوء علشان يخوف الطيور ويطفشهم. بس بوكو الصغير اتفاجئ بواحد من الطيور خبطه خبطة جامدة وقعته في حفرة مليانة خيوط عنكبوت. وبعدها على طول أولي لقى نفسه قدام برعم نور سحري تحت راسه بالظبط، وعارف ان الأسطورة اللي عيلته حكيتها كانت حقيقية. ورغم انه مش عايز يقرب من النوع ده من النباتات السحرية، الحيوان وقع فوق البرعم وبلعه، وبسبب كده جسم أولي اتحول وبقى طير جفن. ولما طلع من الحفرة علشان يرجع لعيلته الكل اتفزع وخاف منه، بس أمه عرفت صوته واستنتجت ان الطير ده أكيد بلع ابنها. ورجعت لباقي البوكو اللي بدأوا يتجمعوا علشان يهجموا على أولي وهو مش لاقي مفر. الطير اللي مش حقيقي ده رجع لورا ووقع من فوق المنحدر، وده خلاه يصحى تاني يوم. ولما قام أولي لقى نفسه متحاط بشوية غزلان، ولما اتفزعوا من وجوده الحيوانات هربت وهي مرعوبة. وبعدها بشوية الطير اتفاجئ بثلاث اخوات من طيور الجفن اللي كانوا فاكرين انهم نجحوا ينقذوه من كمين نصبوه البوكو. بس أولي ما صدقش التلاتة وطلب منهم يمشوا، بس ايفي شرحت له انها انقذته من الناحية التانية من النهر وجابته المكان يقدروا يهتموا بيه فيه علشان هما قريبين من جبل الجفن
لما سمع كده أولي اتضايق أكتر وحاول يفهم هو قادر يفهم لغة الطيور دي ازاي. وفي وسط النقاش المتلخبط ده المجموعة سمعت عواء الديب الشرير وهو بيقرب، ولما إيفي عرفت إن الوافد الجديد ده ما بيعرفش يطير قررت تدهن جسمه بفضلات حيوانات تانية علشان تداري ريحته. وبعدها بشوية الإخوات التلاتة مشوا وأولي استخبى في الزرع، والديب المفترس كان بيلف في المنطقة بيدور على فريسة جديدة. وبعد فترة الطير المزيف راح للبحيرة علشان يغسل نفسه، وهناك اتفاجئ ببوجل نفس السمكة اللي شافها وهو صغير. وهو بيسمع أولي بيحكي كل اللي مر بيه. السمكة عرفت برعم النور اللي بيوصفه وكشف له إن في نبات زيه بالظبط ظهر في المنطقة دي. ومن غير ما يضيع وقت الطير طلع يدور على البرعم، ولقيته إيفي اللي حاولت تفهم هو ليه عايز النبات دي للدرجة دي. وعلشان يحل الموقف ده أولي شرح لها إنه عايز يرجع بوكو تاني، وعلشان تساعده الجافن قررت تلاقي البرعم لصاحبها، بس ده خلى الطير يتحول لبوكو. ولما لقت شكلها اتغير دخلت في حالة يأس كبيرة، وبسبب كده الاتنين بدأوا يتخانقوا جامد وكل واحد بيتهم التاني إنه بوظ حياته. وفي وسط المواجهة دي إيفي عرفت إن أولي هو نفسه الحيوان اللي خوف الجماعة بتاعتها وقربه من فوق الجبل. في اللحظة دي أولي جات له فكرة إنه يطلب مساعدة السمكة العملاقة تاني، وهي كشفت لهم إنهم عشان يلاقوا براعم نور تانية لازم يدوروا في جثث الكائنات الأربعة الضخمة اللي الديب الشرير قضى عليهم زمان. فبوجل قال لهم إن أقرب برعم موجود عند الشلال الكبير في الوادي، بس قبل ما يلحق يحذرهم من حاجة مهمة قوي السمكة لاحظت إنهم مشوا خلاص. وبعيد عن المنطقة دي إيفي وأولي بدأوا يدوروا، بس فجأة قابلوا جرو ديب واستخبوا هم خايفين. بس قبل ما يفكروا في طريقة يهربوا بيها لقوا 3 ديابة كبار شافوهم، وبدأت مطاردة عنيفة. وفي وسط الرعب إيفي زعقت لأولي علشان يطير، بس هو ما كانش عنده فكرة ازاي يعمل كده واضطر يجري بأقصى سرعة عنده. وهم بيهربوا لقوا فتحة كهف ضلمة وقرروا يجروا جواها، وده خلى الديابة تبطل تطاردهم. السلوك ده حير الحيوانات، وعلشان يفهموا ليه المفترسين واقفين عند مدخل الكهف أولي بص في المنطقة اللي حواليه، وبسبب كده الطير عرف إنه في كهف مليان تعابين الجذور. وعلشان يهربوا من المكان ده وهم عايشين علم إيفي ازاي تستخدم حاسة الشم القوية بتاعة البوكو، وده سمح لهم يوصلوا للناحية التانية من الكهف. المشكلة ان الديابة جات لهم فكرة جديدة علشان يمسكوهم، وبدأوا يعووا علشان يصحوا التعابين، وده أجبر الاتنين انهم يهربوا في طريق محاوط بالمفترسين. ومن غير حل تاني وقعوا من فوق المنحدر. وفي وسط اليأس اللي هما فيه ده إيفي صرخت لأولي علشان يستخدم جناحاته ويطير، وفي آخر ثانية الطير قدر يطير. ولما عرف انه أخيرا طاير في السماء أولي كان طاير من الفرحة. وفي آخر اليوم قرروا يقفوا يرتاحوا شوية ويكملوا تدوير تاني يوم، وهما بيتكلموا عن الجوع اللي حيوانات الوادي بدأت تعاني منه بعد ما العمالقة اتطردوا. إيفي كشفت إنها فقدت أهلها في الوقت ده وما قدرتش تنقذ شعبها إلا بعد ما خدت مساعدة من جارو بوكو. ولما سمع كده أولي سألها بتقول إيه، وإيفي ردت إنها وهي صغيرة خدت مساعدة من بوكو علشان تتعلم تكسر البندق، وده سمح لفصيلتها إنها تعيش وتعدي المجاعة الكبيرة. أولي لما عرف إن صاحبه هو نفسه الطير بتاع زمان ما كانش مصدق نفسه وفضل ساكت وصاحبه نايم. تاني يوم الصبح الاتنين لقوا الشلال الكبير قدامهم وطاروا ناحيته، وهناك لقوا جسم العملاق. المشكلة ان المكان ده الديابة واخدينه سكن ليهم، وهما بيفكروا يدخلوا ازاي قابلوا بوجل اللي جه يساعدهم. السمكة كشفت انه ما كانش عنده اصحاب يعيشوا معاه في المية دي، وطلب من الاتنين يلاقوا شرارة نور ليه هو كمان علشان يتحول ويعيش معاهم لما كل ده يخلص. الحيوانات اتحمست للفكرة ووافقوا، وبوجل مثل انه عمل حادثة بره المية علشان الديابة يحاولوا يمسكوه، واستغلالا للانشغال ده يعني الاتنين جريوا علشان ياخدوا برعم النور من سكن المفترسين. بس لما لقوا ان مفيش غير واحد بس إيفي قالت انها محتاجة تاكله علشان ترجع جافن تاني وتطير مع صاحبها وتساعده في التدوير. المشكلة ان أولي اصلا ما كانش واثق فيها، ووقف قدام البوك وكشف في نفس الوقت انه كان الجرو اللي علمها موضوع الكستناء زمان. الكلام ده صدم إيفي جدا وخلاها مش عارفة تنطق، وأولي قال ان شعبه معتمد عليه علشان لو ملحقش يرجع الاكل للوادي فصيلته هتنقرض. وكمان الطير شرح ان من ساعة ما الجافن ظهروا في ارضهم والبوكو بيعانوا اكتر واكتر، وابوه ما بقاش قادر حتى يبص في عينه. وفي وسط المناقشه دي الديابه فاجئوهم تاني، وفي قمه اليأس بدأوا يصرخوا لبوجل ويطلبوا مساعدته، بس إيفي وأولي وقعوا بالظبط فوق برعم النور، وده خلى الاتنين يتحولوا لسمك ويقعوا في الميه. وفي اللحظه دي إيفي عرفت ان التحول بالنبات السحري ممكن نتحكم فيه، وكل اللي محتاجينه اننا نقول اسم الحيوان اللي عايزين نكونه قبل ما نلمسه. ورغم كده أولي فضل متعصب وقال ان بفضل إيفي هو بقى ابعد بكتير عن انه يرجع بيته ويقدر ينقذ فصيلته. فالسمكة المتحولة كملت طريقها مع بوجل
اللي بدأ يقودوا المنطقة اللي بعدها علشان يلاقوا براعم أكتر. وفي الطريق بوجل لاحظ إن إيفي ماشية وراهم وطلب من أولي يحاول يصالحها علشان في وضعهم ده ما ينفعش يكون كل واحد لوحده. فالاتنين اتكلموا تاني عن الوقت اللي اتقابلوا فيه وهم صغيرين، وعرفوا إن رغم المشاكل اللي اتسببوا فيها الاتنين عملوا كل حاجة بنيتهم الطيبة، فمش لازم يلوموا بعض. وفي اللحظة دي المجموعة وصلت لشلال تاني ولقوا عدد كبير من البراعم فوق، وبسرعة السمك اتجمعوا في شكل سمكة كبيرة علشان يستخدموا زعنفهم مع بعض ويحاربوا الطيار. المشكلة ان في نص الطريق التلاتة اتفاجئوا بمجموعة الدبب الصخرية اللي حاولوا ياكلوهم، وفي وسط الرعب السمك اتفادوا الهجمات وبوجل انضم ليهم علشان يعملوا نطة قوية لقمة الشلال. بس في نص الطريق التلاتة شافوا قطيع الديابة ظهر فوق وهو بيعوي على فريسته. جروا الديب اتزحلق، أهله اتجننوا وجريوا يحاولوا ينقذوه، ولما أولي عرف إن الجرو هيقع في منطقة الدببة الصخرية طلب من صحابه يمسكوه، وبسرعة السمكة نطت علشان تمنع الجرو من الوقوع، والجرو أهله أنقذوه. الديب لما شاف شجاعة الحيوانات دي قرر إنه يمشي ويسيبهم، وبفضل كده التلاتة قدروا يوصلوا للزرعات الصغيرة وهم فرحانين. إيفي وأولي رجعوا لأشكالهم الأصلية واحتفلوا إنهم أخيرا رجعوا طبيعيين. وبعدها بشوية بوجل قرب من البراعم والاتنين سألوه عايز يبقى ايه، وفي اللحظة دي السمكة العملاقة فاجأت صحابها وقالت انه مش عايز يبقى غير ديب النار، وده خلى بوجل يتحول لشرير الوادي الكبير واستخدم كفوفه علشان يعمل نار انتشرت في جسمه كله. واتكشف انه طول الوقت ده المفترس الشرير كان مسجون ومتحول ببرعم واحد من عمالقة الوادي اللي حوله لسمكة علشان يعيش لوحده في البحيرة. وبعد سنين كتير من الانتظار ديب النار قدر يضحك على اتنين طيبين علشان يساعدوه يوصل لواحد من البراعم، وشرح انه عمل كل ده علشان ينتقم من حيوانات الوادي لانه اهله تخلوا عنه وهو لسه جرو صغير. ولما ايفي عرفت ان الشرير مش هيقف غير لما ينتقم من الكل حاولت تطير ناحية البراعم، بس المفترس هزمها بسرعة وسابها مغمى عليها. وأولي بيحاول يساعد صاحبته ديب النار حرق شوية براعم النور ومشي وسابهم فوق الشلال. ولما لاحظ ان صاحبته لسه عايشة أولي قال انه مش هيسيبها هناك، وبعد ما بنى حاجة بسيطة يشيلها فيها طلع ناحية منطقة الجفن. ورغم الصعوبات الرهيبة اللي واجهها في الطريق البوكو ما يأس وطلع الجبل كله ووصل لمنطقة الطيور اللي انبهروا لما لقوا حيوان صغير شايل حد منهم. وبعد كل المجهود الجبار ده أولي أغمى عليه وصحي بعد فترة بجحر من جحور، وسمع خبر إن إيفي ماتت. لما سمع كده البوكو بدأ يعيط وحضر ريش صاحبته وهي راحت ضحكة وراه بالظبط. أولي هو متلخبط سألها هي قصدها ايه، وإيفي شرحت انها خرجت تجيب اكل ليهم. ولما عرف ان صاحبته كويسة البوكو حضنها والاتنين اتمشوا في قرية الجفن، ولاحظوا ان سحابة كبيرة من الرماد بدأت تغطي السماء. ولما عرفوا ان حيوانات الوادي في خطر إيفي قالت انهم لازم يساعدوهم يواجهوا كل ده، وخدت دعم اخواتها وقدروا يقنعوا القطيع كله. فالجفن طلعوا ينقذوا الحيوانات من حريق الغابة واتجمعوا مع الكل عند شط النهر، وهناك اتفاجئوا بقطيع الديابة. قائد الديابة شكر الاتنين علشان أنقذوا ابنه وقال إنهم يقدروا يساعدوا في عبور النهر. وبسرعة أفراد المجموعة وقعوا جذور شجر في المية وساعدوا الحيوانات يطلعوا علشان يعدوا للناحية التانية بأمان. وأول ما وصلوا لوادي البوكو الكبير أولي اتقابل مع عيلته اللي كانوا طايرين من الفرحة انهم شافوه بخير. بس في اللحظة دي جرو الديب بدأ يفقد قوته وهو بيعوم، وبسرعة إيفي وأولي اتجمعوا علشان ينقذوه. والبوكو شرح لأبوه انه عشان يهزموا حكم ديب النار لازم يشتغلوا مع بعض علشان بالطريقة دي هيكونوا أقوى بكتير. كالو عارف ان ابنه عنده حق وساعد الديب الصغير يفوق. وهم طالعين من المية الحيوانات واجهت الشرير اللي جسمه كله نار على الناحية التانية من البحيرة، ومن غير ما يضيع وقت أولي قال للكل يهربوا وجري مع إيفي ناحية الحفرة اللي وقع فيها المرة اللي فاتت وبيدور على برعم نور جديد. إيفي كانت بتراقب ديب النار وهو بيقرب من البحيرة واستعجلت صاحبها. ولما وصل لمركز الخيوط اللي وقع فيها أولي تواصل مع العملاق وترجاه يحاول يطلع آخر شرارة نور علشان يقدروا يهزموا أكبر تهديد في الوادي مرة واحدة وللأبد. وبعد ثواني روح العملاق ظهرت قدامه وعصر نفسه علشان يطلع آخر شرارة تساعده في حربه. وأولي مصمم يغير قدر الفصائل البريئة. ركز وقال كلمة ديزو وهو اسم العمالقة اللي الشرير طردهم، وهو بيعمل كده نور كبير طلع من الحفرة. وأولي قام وهو في شكل ديزو قوي وراح ماشي ناحية ديب النار من غير ذرة خوف. وبسرعة إيفي انضمت لصاحبها، وبعد ما حدفت المفترس اللي قايد نار بعيد عملاق الوادي كب كمية مية كبيرة عليه طفت ناره. ومن غير ما يضيع أي وقت الطير حدف البرم على الديب وهي بتقول اسم بوجل علشان ترجعه سمكة تاني، بس الشرير ولع ناره تاني وحرق البرعم. وبعدها على طول ديب النار طلع فوق جسم أولي وولع في الشجر اللي حواليه، وبسبب كده
ديزو اضطر يرجع، والشرير قال انه ملوش مكان يهرب فيه لانه هيغرق لو نزل مية البحيرة علشان جسمه تقيل قوي. بس اولي ما يقاسش من مهمته واتحكم في شوية جذور علشان يحبس كفوف ديب النار، واستخدم وزنه علشان السد يبدأ ينهار. ايفي وهي مرعوبة ترجت صاحبها ما يعملش كده، بس ديزو طلب منها تثق فيه وهد السد، وده خلى الديب يقع في المية ويغطس في الأعماق. وأول ما عرف إن الشرير الكبير اتهزم، اولي عارف ان مهمته خلصت وبص لعيلته لاخر مره قبل ما يقع في الميه. وفي حاله رعب ايفي صرخت باسم صاحبها، وميه الوادي بدات تجري تاني في المنطقه كلها علشان السد اللي عمله ديب النار ما بقاش موجود. ومهما صرخت باسم صاحبها وطارت تدور عليه، ايفي ما لقيتهوش وطلبت السماح من اهل البوكو اللي كانوا مكسورين من خسارته. وبعد فتره منطقه الوادي كلها رجعت خضرة تاني، والحيوانات بقى عندهم مكان آمن وعايشين في سلام. وفي يوم وهم بيجمعوا أكل، إيفي وأبو وأم بوكو شافوا مجموعة من العمالقة بيقربوا من الوادي، وفرحوا جدا لما شافوا إن ديزو راجعين يعيشوا وسطهم، ده غير إنهم جابوا أنواع فاكهة جديدة للحيوانات. إيفي لاحظت إن واحد من العمالقة شايل حيوان صغير، وطلع هو أولي. ولما قابلت صاحبها طارت ناحيته وحضنته بفرحة وسألته إزاي لسه عايش. البوكو شرح ان ديزو استخدموا براعم النور علشان يرجعوه للحياة، ومن غير تضييع وقت الاتنين راحوا يقابلوا اهله اللي اول ما شافوه حضنوهم وعارفين انهم من هنا ورايح هيعيشوا كعيلة مع بعض تاني. وبكده بيخلص الفيلم. يا ريت لو عجبكم الفيلم ما تنسونيش في اللايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله.